امتى نقول على الراجل ده قرة عيني؟ ايه؟ قرة عيني يعني بقى حبيبي واخويا ونصيبي وقلبي وروحي. ما بقولش عن حد كده. ليه؟ ما حدش عيني. لا، عيني اغلى من كل الرجاله. يخرب بيت سنينك. امتى تقول على الراجل ده قرة عيني؟ لما احس ان هو فعلا راجل زي زيك، ولما احس ان هو كده جنتلمان زي زيك، لما احس عنده كاريزما كده وكل البنات بتحبه زي زيك، يكون عنده بقى ايه تنسيق بقى في اللبس زي زيك برضه، يكون لابس ساعة كده شيك يعني زي زيك. مش انا عيد ميلادي النهارده؟ لا يا شيخ. وشرفي يحز في نفسي ان انا احتفل بيه لوحدي. امتى تقول على الراجل ده قرة عيني؟ الراجل اللي يخصني او اللي بحبه هو مش قرة عيني، ده هو فوق راسي. بيعمل ايه بقى عشان يبقى فوق راسي؟ كفايه اللي انا اخترته دونا عند كل الرجاله دي. يخرب بيت ثقتك بنفسك يا شيخة. يا شيخة ايه ده يا شيخة؟ هي واقفه ايه؟ والله ما بحسدك يا شيخة. لما يكون حنين وبيحتويني ويكون أخ وصديق وحبيب وأب وابن، كل حاجة. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. لما يكون لي كل حاجة طبعا، زي ايه؟ زي ايه؟ زي بابايا، زي أخويا، زي أختي، ماما، كل حاجة، يبقى ليا كل حاجة. أقول له أنت قرة عيني. يا بخت الحيطان بيك يا ست جواهر، ومن النهارده اعتبريني الحيطة الخامسة. لما بيكون الراجل دوت طيب حنين، شايف طلبات بيته وطلبات مراته، بيهتم بيها، موفر لها حاجات كتير قوي، مش شرط تكون حاجات مادية، بس بتكون حاجات معنوية، والست بتحب الراجل الحنين قوي. لما يكون حنين متقي فيا ربنا، بيعمل لي كل اللي انا عاوزاه، ويكون دلوع. يكون دلوع. انا عايز اتجوز على مزاجي انا. طيب واحد مطقطق كده. لا، أنا بحب الراجل اللي شخصيته قوية، يمكن علشان أنا كده. زي لا، يمكن عشان أنا بحب نفسي ومؤمنة جدا إن أنا شخصيتي قوية، فمش هينفع ارتبط براجل غير لما يكون شخصيته أقوى من شخصيتي. المهم مش اديت رحاب، المهم الرجاله اللي بتدين. عايزه اكون واحد واقف في ظهري يشجعني، يقول لي الهدف ازاي كده. اما واحد مش يقول لي لا معلش اقعدي الكلام من ده. بيهتم بيا وحنين عليا. بص، لما يكون بيصون الست اللي معاه ويكون بيحترمني في عدم وجودي قبل وجودي، لان انا اكيد مش هشوفه، فاللي يحترمني بره اكيد ده هشيله فوق راسي.